안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي دالشيكدان. أنا النهاردة هعمل معاكم أكلة، مش بس هعمل لكم الريسيبي بتاعتها، لأ ده أنا كمان هعرفكم التاريخ بتاعها. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة الكورية الشهيرة الجابشي. الأكلة دي من أكتر الأكلات المفضلة بالنسبة لي في الأكل الكوري. هي عبارة عن نودلز مطاطية شفافة مليانة بالخضار والبروتين واللحمة، يعني حاجة كده من الآخر تحفة. وأهم ما فيها إن هي متغرقة بزيت السمسم. تعال أحكي لكم حكاية كده عنها أو تاريخها قبل ما نبدأ الوصفة. الجابشي أول ظهور ليها كان في القرن ال17 في حقبة جوسون، وأول حد اتعملت له كان الملك كوانغ هي جون، اللي البلاط الملكي بتاعه حب ان هو يقدم له أكلة جديدة ومليانة خضروات فعمل له الجابشي. بس تعرفوا ان الجابشي في الأصل ما كانش فيها نودلز أصلا، كانت عبارة عن طبق ستير فرايد من الخضروات، والملك وقع في حبها ومن هنا ابتدى تاريخ الجابشي. وما بين القرن ال19 وال20 بدأوا إن هم يحطوا الجلاس نودلز في الجابشي، ودي مش أي جلاس نودلز، دي معمولة من نشا البطاطا الحلو. والطبق من بعد ما كان طبق ملكي بقى طبق بيتاكل في كل عيلة وفي كل حتة، ومن أكتر الأطباق المحبوبة واللذيذة في المطبخ الكوري. مش بس كده، بقى طبق مخصص إن هو يتعمل في الاحتفالات وفي الأعياد، ومن أشهر الأعياد اللي بتتقدم فيهم هما العيدين بتوع التشوسوك والسولال، ده غير طبعا أعياد الميلاد. وتعرفوا إن اسم جابشي أصلا مستوحى من ميكسد فيجيتابلز أو الخضروات المخلوطة، لأن مقطع جاب ده معناه مختلط أو متنوع، وتشي جاية من تشيسو اللي هي الخضروات، فجابشي بمعنى ميكسد فيجيتابلز أو الخضروات المخلوطة. وأنا طولت عليكم أنا عارفة، بس يلا بينا نشوف المكونات ونعمل الوصفة مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجهز المكونات او الخضار بتاعنا اللي هيتنقع او سواء هيتسلق. هجيب 5 حبات من الشتاكي مشروم المجفف وابدا ان انا انقعه في ميه سخنه، هنقعه لمدة نص ساعة أو لحد لما يبقى طري خالص معانا. وطبعا مش شرط خالص الشتاكي مشروم، لو مش موجودة عندكم تقدروا تستعملوا المشروم العادي، أو كمان تقدروا ما تحطوش مشروم خالص. الطبق ده معتمد على الخضروات عامة، تقدروا تحطوا الأنواع اللي انتوا حابينها. تاني حاجة هنجهزها وهي السبانخ. السبانخ مهمة في الطبق دوت. هجيبها هحط عليها مية بتغلي، أو هبدأ إن أنا أسلقها أديها صدمة بسيطة وأسلقها سلقة بسيطة كده. أول ما يبقى لونها غامق وطرية معانا كده هبتدي إن أنا أقطعها لبايت سايز وهشيلها على جنب. بعد كده هنبدأ نحضر النودلز بتاعتنا اللي هي الجلاس نودلز أو البوتيتو ستارش نودلز أو النودلز اللي بنشا البطاطا الحلوة. هسلقها في مية بتغلي لحد لما تستوي معانا، ما بتاخدش وقت كتير، حوالي 7 دقايق، وهي بتبقى مطاطية كده. بعد لما تستوي هطلعها وبعدين هغسلها بمية ساقعة وابدأ ان انا اقطعها او اقصقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، علشان ما تبقاش طويلة قوي. لو ما تعرفوش كمان فهي الجابشي مش مجرد طبق رئيسي، لا هي كمان بتتقدم كأنها سايد ديش او طبق جانبي جنب الاكل، ومن مميزاتها ان هي ممكن تتاكل سخنة او باردة. بعد كده هبدأ اقطع بقية الخضروات. هجيب جزراية متوسطة واقطعها لشرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. هخلص التقطيع واشيلها على جنب، وبعد كده هجيب بصلاية متوسطة وهقطعها برضو لشرايح رفيعة او جوليان. هشيلها على جنب مع الجزر، وبعد كده هبدأ ان انا اقطع بصل اخضر. هستخدم بصلاية خضراء كبيرة وابدأ ان انا اقطعها برضو لنفس الاطوال اللي انا قطعت بيها بقية الخضار، ولو فيها قطع كبيرة من الراس او حاجة بقسمها لنصين او 3 على حسب. الطبق ده بيتميز بالوانه زي البيبيمباب كده، وكمان بيتميز ان هو مليان خضار وفوايد، فحاولوا ان انتوا تحطوا خضروات كتير او خضروات متنوعة وملونة. بعد ما اخلص تقطيع البصل الاخضر هضيفه برضو جنب بقية الخضار. بعدين هجيب فلفل احمر وابدأ ان انا اقطعه برضو لشرايح. وبكده يعتبر ان احنا خلصنا كل الخضروات اللي هنستعملها. هنبدأ بقى نجهز اللحمة بتاعتها بحب ان انا اعملها على طريقة البولجوجي. لو حد سألني طب ينفع الجابشي تتعمل بفراخ او باسماك، فانا ما شفتش قبل كده حد بيعملها بفراخ او اسماك، او على طول الكوريين بيعملوها بلحمة بقري. بس لو مش عايزين تضيفوا فيها لحمة ممكن تعملوها خضروات بس زي ما كانت بتتقدم للملك زمان.
هقطع اللحمة لشرايح رفيعة زي الشاورما كده، وبعد كده هبدأ ان انا اتبلها. بس قبل ما نتبلها هنجيب الشتاكي مشروم اللي نقعناه في الاول، وابدأ ان انا اعصره كويس قوي واشيل المية اللي فيه كلها. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا ما برميش المية دي، لان بتستعمل في حاجات تانية زي الشرب وحاجات بيدخل فيها طعم الشتاكي مشروم بيخليها حلوة قوي، فحاولوا تحتفظوا بيها في التلاجة لأي وقت تعوزوا تستخدموها فيه. هبدأ ان انا طبعا اقطعه لشرايح زي ما قطعت بقية الخضروات. واللي خلاني قبل ما اتبل اللحمة اقطع الشيتاكي مشروم ان انا هحط الشيتاكي مع اللحمة علشان يتبل معاها. ففي الطبق او البولة بتاعتنا هضيف اللحمة ومعاها الشيتاكي مشروم ونبدأ نتبلهم. هحتاج الاول حوالي 3 فصوص مفرومين من الثوم، وبعدين هضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، كمان معلقتين صغيرين أو معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الصويا صوص الفاتحة. وطبعا البلجوجي عمرها ما تخلى من زيت السمسم، فهحط معلقة كبيرة من زيت السمسم. والمكون السري بتاعي واللي بحب جدا اضيفه للبلجوجي هو التفاح، تقدروا برضو تضيفوا الكمثرى لو متواجده عندكم. هجيب حوالي ربع تفاحيه وابشرها على اللحمه، وبكده تكون تتبيله اللحمه خلصت. هقلبها كويس قوي، تقدروا تستعملوها على طول وتسووها، او تقدروا تسيبوها منقوعه في الخلطه دي شويه علشان يعني تشرب كل الاطعمه. تعالوا بقى نسوي كل المكونات اللي احنا عملناها دي. في طاسه على النار هضيف نقطه زيت بسيطه، بعد كده هبدا ان انا انزل بالمكونات البيضه الاول زي البصل العادي والبصل الاخضر، هشوحهم مع بعض. اول ما لون البصل يبدا يبقى شفاف كده شويه ويتكرمل شويه هطلعه وابدا احط المكون اللي بعد كده. ميزه الوصفه دي ان كل حاجه بتتعمل في طاسه واحده، فمش هنوسخ مواعين كتير. بعد ما نشيل البصل هنبدا نحط الجزر لانه اللون الافتح من بقيه الخضروات، وهنرش عليه رشه ملح بسيطه كده علشان يدبل معانا. برده بعد ما الجزر يستوي هشيله من على النار، انضف الطاسه باي منديل، شويه زيت نباتي تاني، بعد كده هنزل الفلفل الاحمر برده نشوحه لحد لما يستوي ونشيله من على النار. في مكون زياده بنضيفه للجبشي عشان يديها لون وقيمه غذائيه اعلى وهو البيض. انا بحب دايما افصل الصفار عن البياض علشان يبقى لونهم ناصع في الالوان بتاعه الخضروات، فبفصل الصفار لوحده والبياض لوحده. تقدروا تستعملوا الصفار بس انا طبعا علشان ما هقدرش اي حاجه من البيض فهستعمل الاتنين. هحط بس رشة ملح على الصفار وعلى البياض، هضربهم زي الأومليت كده، بعد كده هبتدي ان انا اسويهم في الطاسة. هضيف برضو نقطة زيت، بعد كده هنزل الأول بالصفار يستوي من على الناحيتين كويس، بعد كده هحط البياض. وخلي بالكم في المرحلة دي تكونوا سخنتوا يا دوب الطاسة، بعد كده قفلتوا عليها تماما علشان ما تسويش البيض اوفر ولونه يتغير. يا دوب بنستعمل حرارة الطاسة علشان ما نلسعش البيض سواء بياض أو صفار. بعد ما سويتهم هبدأ ان انا اقطعهم لشرايح رفيعة زي برضو ما عملت مع الخضار. واخر حاجة هنسويها في الطاسة طبعا هي اللحوم. اي انواع لحوم خلوها في الاخر خالص او سووها لوحدها علشان بكتيريا اللحوم ما تبقاش موجودة في الخضار. فهنزل باللحمة والشتاكي مشروم، بس خلي بالكم ما تضيفوش اي نوع من انواع الزيوت لان هي اصلا بيبقى متضاف لها زيت سمسم. هشوحهم طبعا مع بعض كويس قوي لحد لما يستووا كده، بس قبل ما اقفل عليهم تماما النار هعمل مساحة في النص كده، وبعد كده هجيب ورقة فويل احطها في النص، احط فيها شوية زيت صغيرين، واكون مجهزة فحمة مولعة عليها كويس قوي لحد لما بقت حمرة تماما او ان هي ولعت تماما، وابدا احطها في الزيت واقفل عليهم بغطا او باي حاجه. دي الصراحه طريقتي المفضله واللي اخترعتها علشان اخلي طعم اللحمه سموكي كده واخليها مدخنه وشبه الباربيكيو فعلا الكوري. بعد ما جهزنا كل حاجه وسوينا كل حاجه هنبدا بقى نحط كل حاجه على بعضها في بوله كبيره. هبدا ان انا اضيف الجلاس نودلز وانزل عليها بالخضروات، كل الخضروات اللي احنا سويناها مع بعض، البيض واللحمه كل المكونات حرفيا. وطبعا كل المكونات دي احنا ما تبلناهاش تتبيله الجابشي،
لان في صوص بيتعمل في الاخر بيتبل بيه كل ده مع بعضه. التتبيله بقى الخرافيه اللي بتتعمل في الاخر بتبقى عباره عن معلقتين كبار من الصويا صوص الفاتحه، معلقتين كبار من السكر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، 3 فصوص من الثوم المفروم. هقلب بقى الصوص ده كله مع بعضه كويس قوي، وبعد كده هنزل بيه على كل المكونات اللي احنا حطيناها، وطبعا هنقلب كل ده مع بعضه كويس قوي. واكيد جابشي يعني لازم زيت سمسم غزير، دي اكتر حاجه بتميز الجابشي، وهو ده الطعم اللي بيبقى طاغي فيها، هو طعم الزيت السمسم. بيبقى طعم ناتي كده وطعم مكسرات جميل مع بقيه الخلطه بتاعتها. قلبوا بقى كل ده مع بعضه، وبكده نكون خلصنا طبق الجابشي. يلا بينا بقى نروح نغرف. للتقديم بقى حبيت ان انا اقدمها في اطباق شبه الاطباق الرويال الكوريه او الاطباق الذهبيه الكوريه اللي كانت بتستعمل زمان او التقليديه بتاعتهم. بعد ما غرفت الجابشي حطيت عليها شويه سمسم محمص من فوق، لان بجد بيخلي لها طعم تاني خالص. بجد دي يعتبر افضل نوع نودلز كوريه انا بحب اكلها، طعمها تحفه ما بين السولتي والسويت والناتي. فبجد الثلاثه مع بعض او الميكس مع بعض، والخضروات واللحمه والجلاس نودلز، فده كله بجد بيخليها يونيك، بيخليها طعمها تحفه ومختلف. جربوها وقولوا لي رايكم، واتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم واكون فدتكم بالمعلومات التاريخيه او الهيستوري بتاع الجابشي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في قناتي، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بعملها جديد. واشوفكم في فيديو جديد باكله كوريه جديده. انيون.